يا اهلا وسهلا ومرحبا بيك معانا النهارده في فيديو جديد مع درس جديد. والدرس بتاعنا النهارده بيتكلم عن الفترات. شباب وشابات الصف الثاني الاعدادي في منهج الرياضيات معانا الترم الاول، ومعانا النهارده الدرس الرابع من المنهج بتاعنا الجميل، والدرس بيتكلم عن الفترات. زي ما انا متعود معاك ان قبل ما اديك الدرس لازم تفهم العنوان، لان فهمك في العنوان هيساعدك كتير قوي انك تقدر تربط المعلومات اللي تاخدها في الدرس كلها بالعنوان ده. تمام كده؟ علشان افسر معاك العنوان محتاج اعمل معاك ريفيو سريع على بعض المعلومات اللي انت كنت واخدها في السنين الماضيه. تمام؟ في البدايه كده اللايك بتاعك الجميل عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من زمايلك، وعشان نقدر نستمر في نشر المحتوى والكل يستفاد زي ما انت بتستفاد. وزي ما احنا بنقدم لك منهج ومحتوى مجانا، انت برضو مش تخسر معانا الا اللايك بتاعك الجميل. ولو انت حابب تشترك في القناه علشان يوصلك الفيديوهات اللي بننزلها اول باول وتفعل زر الاشعارات. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنراجع مع بعض المجموعات. كنا واخدين المجموعات وكنا عارفين ان المجموعات دي بتتمثل بكذا طريقه. تمام؟ فلو عندي مثلا مجموعه زي ما انت شايف كده، مجموعه اسمها س، والمجموعه اللي اسمها س دي بقول هي مجموعه، ركز معايا، كاتب مجموعه اسمها س، واحنا متعودين المجموعه بتتكتب برمز ويكون رمز كبير س بالمنظر اللي انت شايفه ده. ما ينفعش اكتبها مثلا س كده اهو. تمام؟ ما ينفعش المجموعه تتكتب بالمنظر ده، لازم تتكتب بحرف كبير بالمنظر ده. فبقول لو عندي مجموعه اسمها س تساوي، المجموعه دي عباره عن مجموعه الاعداد الصحيحه الأكبر من أو تساوي السالب 3 والأصغر من الاثنين. دي كده كاتبها لي باللغة العربية. تمام؟ طيب ممكن أمثلها بكم طريقة؟ كنا واخدين إن إحنا ممكن نمثلها بثلاث طرق. في طريقة كنا واخدينها اسمها طريقة الصفة المميزة، وكنا واخدين طريقة اسمها طريقة السرد، وكنا واخدين طريقة اللي إحنا ممكن نمثلها على خط الأعداد. واحدة واحدة نفتكر واحدة واحدة مع بعض، الناس اللي مش فاكرة هنفكرها سريعا. طريقة الصفة المميزة المجموعة تتكتب بالمنظر ده، إن أنا بكتبها عبارة عن بكتب وليكن مثلا إن المجموعة دي برمز لها بأي رمز، ارمز لها رمز الف، رمز عين، رمز صاد، اي رمز. فالرمز بتاع المجموعه مثلا للمجموعه كلها، يعني المجموعه كلها انا رمزت لها برمز اسمه مثلا الف، فبقول له ان المجموعه بتاعتي هي اسمها كل عنصر فيها اسمه الف، حيث النقطتين دول عن حيث ان كل عنصر فيها يكون بينتمي لصاد. اللي انا كتبت ان كل عنصر ينتمي لصاد، هو بيقول لي مجموعه الاعداد الصحيحه، يعني كل عنصر لازم يكون بينتمي للاعداد الصحيحه. لحد كده انا وقفت. تمام؟ عملت فاصله، دي مجموعه دي طريقه الصفه المميزه، عملت فاصله. ايه هي مواصفات المجموعه دي؟ بيقول لي اكبر من او تساوي السالب 3. انا كده رمزت كل عنصر في المجموعه كانه اسمه الف، يبقى الالف ده حطيتها في النص. تمام؟ هو بيقول لي اكبر من او تساوي السالب 3، اهو قلت اذا الالف دي اكبر من او تساوي السالب 3. تمام؟ واقل من الاثنين، واقل من الاثنين. يبقى كل عنصر في المجموعه بنرمز ليه بالرمز معين، وبنمسك الرمز ده نحكي فيه الحكايه اللي احنا شفناها بين القوسين دول. تاني، يبقى انا حولت المنظر من اللغه العربيه المكتوبه دي الى قوسين مجموعه بالمنظر ده. هي مجموعه مجموعه، بس هنا مكتوبه باللغه العربيه، انا هنا كتبتها باللغه بصيغه الرياضيات. يبقى كل عنصر في المجموعه بيرمز، كل عنصر في المجموعه كأن اسمه الف. يبقى الف حيث ان الالف دي او كل عنصر في المجموعه دي بينتمي للاعداد الصحيحه، وكل عنصر في المجموعه دي هو اكبر من او يساوي السالب 3 واقل من الاثنين. دي طريقه الصفه المميزه، ما انتش مطالب بيها، بس دي مقدمه عشان تبقى فاهم احنا ليه هندرس الفترات اصلا. الطريقه اللي بعد كده طريقه السرد. ارجع تاني للتعريف بتاع المجموعه، بقول لك اكبر من او تساوي السالب 3. اكبر من يبقى انا هاخد السالب 3. تمام؟ هاخد اكبر من السالب 3. طب تساوي يبقى هاخد السالب 3 معايا. يبقى طريقه السرد سالب 3، لا خدت السالب 3 عشان هو قال لي تساوي، فاذا تساوي يبقى اذا المجموعه دي موجوده السالب 3 معايا واكبر من السالب 3. هاخد كل اكبر من السالب 3. السالب 3 اكبر منها مين؟ سالب 2، سالب 1 والصفر والواحد، وقفت. ليه وقفت؟ لان هو قال لي اقل من الاثنين، يعني عندك الاصغر من الاثنين، فما ينفعش اخد الاثنين. لو كان قال لي يساوي 2 كنت خدت الاثنين. لحد كده فاهمين؟ طيب اخر حاجه معانا اللي هو خط الاعداد. نفس الفكره بالظبط زي طريقه السرد، بس بدل ما بعملها في صوره مجموعه بالمنظر ده، لا انا برسم خط الاعداد وبمسك كل عنصر في المجموعه بتاعتي وبحدده بنقطه على خط الاعداد بالمنظر ده. يبقى العنصر النقطه دي كده بتمثل العنصر اللي اسمه سالب 3 بس، النقطه دي السالب 2 فقط، النقطه دي السالب 1 فقط، النقطه دي الصفر فقط، وهكذا. دي كده الثلاث طرق اللي كنا واخدينهم. طيب اذا كان الكلام ده مجموعه والمجموعه دي بداخلها اعداد صحيحه زي ما احنا شايفين، سالب 3 سالب 2 صفر وهكذا. طيب هنا بقى السؤال عشان نقدر نفهم احنا ليه ندرس الفترات. لو انا عندي المجموعه دي بدل ما قال لي مجموعه الاعداد الصحيحه قال لي مجموعه الاعداد الحقيقيه. انا قبل كده وضحت لك للناس اللي سمعت الفيديوهات اللي قبل كده، وضحت لك وقلت لك ان مجموعه الاعداد الحقيقيه دي في ناس كتيره ما بتبقاش فاهماها، ويعني ما بتبقاش واصله عندهم الصوره بالنسبه للاعداد الحقيقيه ايه هي بالظبط. اوضحها لك تاني سريعا. لو انا عندي خط اعداد بالمنظر ده، خط اعداد بالمنظر ده صفر، هنا 1 2 سالب 1
سالب 2 ايا كان. الفكره كلها عايزك تفهم معايا ان انا عندي الصفر ده عدد صحيح، وده عدد صحيح، وده عدد صحيح، وهكذا. كل عنصر من اللي احنا مثلته قدامك ده عدد صحيح. تمام. المسافه بيناتهم دي فينا فراغ بيناتهم كبير اهو، بين الصفر والواحد، بين الواحد والاثنين، دي كده فراغ اهو. الفراغ ده مليان ارقام عشريه وكسور. تمام. لو انا خدت النص بذاته مثلا كده كتبت لك نص، فالنقطه دي كده اسمها نص. يبقى كده برضه عرفت احدد النقطه اللي اسمها نص، عرفت احدد النقطه اللي اسمها 2. فلو عرفت احدد عنصر بذاته على خط الاعداد فانا كده حددت العنصر. تمام. لكن لما اكون عايز الفراغ ده كله، الفراغ ده انا هجيبه ازاي واعرف مين ومين اللي عليه؟ ده عليها اعداد كتيره جدا، ما اعرفش اجيبها كلها ابدا. تمام. ارقام واعداد نسبيه وكتير جدا جدا جدا. تمام. فهو ده اللي بنسميها الاعداد الحقيقيه. فالاعداد الحقيقيه راح واخد كل الاعداد على خط الاعداد دي، بداخلها كل الصحيح وكل النسبي وكل الكسر وكل العشر وكله والصفر وكله. دي اسمها الاعداد الحقيقيه. تمام. فهو لو جاب لي بقى اعداد حقيقيه، انا امثلها ازاي بالمنظر ده؟ هل ينفع استخدم الطرق دي كلها عشان امثلها؟ صعبه. لو حبيت استخدم طريقه الصفر المميزه هلاقيها متاحه معايا شويه. يعني طريقه الصفر المميزه يعني جاب لي هنا مجموعه، بيقول لي الكاف دي مجموعه الاعداد الحقيقيه الاكبر من او تساوي سالب 3 واقل من 2. نفس الفكره اللي فاتت، بس لما يقول لي صحيحه قال لي حقيقيه. تمام كده. فاقول له طريقه الصفر المميزه ممكن هقول له انا هرمز لكل عنصر في المجموعه دي بانه الف، حيث الف بتنتمي للحاء اللي هي الاعداد الحقيقيه. تمام. واحط الالف كده في النص زي ما احنا متعودين، واقول له ان الالف دي اكبر من او يساوي سالب 3 واقل من 2. فمتاح جدا ان نعملها بطريقه الصفر المميزه. لكن تعالى يا شاطر كده معايا، تعرف تعملها بطريقه السرد؟ تقدر تقول لي هي كل الاعداد الحقيقيه اللي هي اكبر من او تساوي سالب 3 واقل من 2 زي ما احنا كنا عاملينها مثلا هنا كده اهو؟ هل تقدر تقول لي كل الفراغات وكل الحاجات اللي بيناتهم دي؟ لا تعرفش. فعشان كده من المستحيل انك تعبر عن المجموعه بطريقه السرد. طيب لو حبيت اجيب على خط الاعداد، هنا بقى يا مدوب ان احنا وصلنا للعنوان بتاعنا وهنفهمه مع بعض. تمام كده. اهو بقى العنوان اسمه الفترات. لو حبيت تمثل اعداد حقيقيه بطريقه خط الاعداد، او ترسم الاعداد الحقيقيه او مجموعه من الاعداد الحقيقيه على خط الاعداد، دي اسمها فترات. يعني ايه فترات؟ يعني هاخد فتره معينه على خط الاعداد، فتره معينه يعني جزء معين، فتره مثلا من هنا لحد هنا. تمام كده. مثلا عندي خط اعداد كده اهو، وانا هاخد فتره دي كده، باخد فتره بكل ما بداخلها. واضحه معايا؟ بكل ما بداخلها. الصوره مش واضحه، معلش معذره. تمام. دي خط اعداد اهو، مثلا هاخد فتره من هنا لهنا على خط الاعداد وليكن. تمام. باخد الفتره دي بكل ما داخلها، مش باخد عنصر ولا عنصرين ولا ثلاثه، انا باخد الفتره كلها كده. عشان كده سمينا الدرس بتاعنا اسمه الفترات. هناخد جزئيه معينه، فتره معينه، قطعه معينه بالبلدي خالص على خط الاعداد، ونشوف هنتعامل معاها ازاي، وايه هي كل فكره من الافكار اللي هتجينا في المسائل، وهنفهم مع بعض يا مدام ان احنا كده بندخل في الدرس بتاعنا المهم. يبقى كده فهمنا مع بعض ان الفترات، انا هاخد الفترات يعني ايه فترات؟ يعني هاخد جزئيه معينه، قطعه معينه، فتره معينه على خط الاعداد. ولكن الفترات دي لها بعض القوانين او بعض الضوابط اللي احنا هنفهمها بيها مع بعض. اول حاجه هناخدها من الفترات المحدوده. ده اول جزء معانا. الفترات المحدوده معايا في بداخلها كام حاجه؟ في بداخلها 3 فترات، 3 انواع من الفترات. في فتره مغلقه، فتره مفتوحه، فتره نصف مفتوحه، او فتره نصف مغلقه. واحده واحده عشان ما تتوهش مني، تعالى معايا تاني. تمام كده. ايه هي الفتره المغلقه؟ بص انا عايزك يعني تفهم معايا سريعا، عشان موضوع الفترات ده فيه طلبه كتير بتتوه منهم المعلومات وبيتلخبطوا كتير وما بيعرفوش يحلوا. لكن عايز الخص لك الدرس كله في كلمتين تقدر تفهم بيهم الدرس كله. يعني كلمتين صغيرين قوي تقدر تفهم الدرس كله. يعني ايه فتره مغلقه؟ من اسمها مغلقه. يعني ايه فتره مغلقه؟ احنا مبدئيا هنعبر عن الفتره بالرمز اللي انت شايفه قدامك ده. تمام كده. تمام. انا عندي مجموعه وليكن واحده اهو، معايا عندي مجموعه، مثلا المجموعه دي قال لي المجموعه دي اسمها س، حيث س تنتمي لح. يبقى اذا دي مجموعه اعداد حقيقيه، ان كل عنصر اسمه س. تمام. والعنصر ده بينتمي لح، يعني يبقى اذا المجموعه دي مجموعه اعداد حقيقيه. طيب هي مواصفات السين؟ قال لي السين دي مواصفاتها اكبر من او يساوي سالب 3 واقل من او يساوي 2. لاحظ معايا اول حاجه نفهمها مع بعض، انت عندك السين دي هي العنصر اللي بيعبر عن المجموعه. تمام كده. اول قانون هناخده مع بعض ان الفتره هي الصيغه بتاعتها اهي. دي الصوره اللي احنا نكتب بيها الفتره، قوسين بالمنظر اللي انت شايفهم ده. ما ينفعش قوسين اللي هم زي قوس المجموعه كده، لا الكلام ده مرفوض. تمام. لازم يكونوا قوسين بالمنظر دي، عشان دي صوره الفتره. يبقى بعمل قوسين بالمنظر ده. تمام. انا كده عملت القوسين اهو. شرط اساسي اكتب العدد الاصغر الاول واكتب الاكبر بعدين. يبقى انا مسكت العدد الاصغر مين؟ سالب 3 كتبته. الاكبر مين؟ سالب 2 كتبته. تمام. انا كده هعلمك ازاي تحول من طريقه الصفه المميزه لطريقه الفترات.
تمام، يبقى انا كتبت الاصغر كتبته في الاول والاكبر كتبته بعدين، عملت فصل كتبته. طيب هاجي هنا عند الاصغر، في عنده علامه يساوي، طبعا عارفين ان ده علامه اقل من او يساوي، في علامه يساوي يبقى هكتب الفتره مقفوله بالمنظر ده. يعني ايه مقفوله؟ يعني وش ناحيه الرقم بالمنظر ده مقفوله. طب هنا في يساوي كاتب برضه القوس وشه ناحيه الرقم، يبقى اتقفلت كده من الجنبين. عشان كده سميناها اول جزء، اول نوع معانا اسمه الفتره المغلقه. تمام كده؟ يبقى اذا الفتره المغلقه هي بتتكتب بالمنظر ده واسمها فتره مغلقه. تمام. الفتره المغلقه دي من ضمن مواصفاتها ان السير الثلاثه موجوده جوه الفتره والاثنين موجوده جوه الفتره. طيب يعني ايه فتره برضه؟ تعالى معايا خط الاعداد وانا افهمك يعني ايه فتره. انا كده طالع خط الاعداد. افتكر معايا لما مثلنا من السير الثلاثه لحد الاثنين في الاعداد الصحيحه، شوف مثلناهم ازاي. هجيبها لك تاني سريعا. مثلناهم ازاي؟ كان برضه نفس الفكره بالظبط، من السير الثلاثه لحد الاثنين. مثلناها ازاي؟ شوف مثلناها ازاي. مثلناها بصوره نقاط اهي، نقطه 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 نقطه. على كل عنصر، على كل رقم انا حطيت نقطه، لان انا باخد الاعداد الصحيحه فقط. طيب اما الاباء الفرق بين دي والفترات لا، ده انا هاخد كل ده. انا مش عايز اعمل هنا عشان ما بهدلش الشكل ده. هاخد كل ده كده كده، هاخد ده كله. دي اسمها كده فتره اللي انا هعمل فيها، اللي انا هاخدها دلوقتي. يبقى اذا انا من سنه 3 لحد الاثنين انا خدت الفتره دي كلها كده بكل ما بداخلها، زي ما قلت لك من شويه، من فراغات وكسور عشريه واعداد ونسبه واعداد نسبيه وكله كله كله خدته. يبقى دي اسمها فتره. تمام. بتتمثل ازاي على خط الاعداد؟ باجي عند السالب 3 مغلقه، يعني القوس مغلق فبعمل دايره مغلقه. شوف انا كاتب لك هنا ازاي، واحده واحده مغلقه، يبقى انا هعمل دايره مغلقه. طب عند الاثنين مغلقه، يبقى هعمل دايره مغلقه، واجي موصل بيناتهم بالمنظر ده واظلل. طبعا انت ممكن تظلل بالشكل ده او ممكن تظلل باي شكل ثاني، يعني عشان تسهيلا في بعض المدرسين او بعض الطلبه تسهل على نفسها تعمل كده، مثلا توصل كده وتعمل شروط كده، مفيش مشاكل. المهم انك تظلل بين الدايرتين. يبقى الدايره من عند الرقم ده دايره مغلقه وده دايره مغلقه، ووصلت بيناتهم وظللت، يعني انا واخد كل الفراغ اللي بين الرقمين دول. كده في مشاكل؟ طيب عشان المعلومات توضح اكتر نخش على الفتره المفتوحه. شفت الكلام اللي قلته ده كله؟ اعكسه. بس يعني اعتبر كده شرحت لك اول الفتره المفتوحه. تمام. طب هتعكس ازاي؟ برضه انا هشرحها لك، مش هعديها، بس انا عايزك تلقط المعلومه بسرعه قبل ما اقولها. المجموعه مثلا انا معايا مجموعه اسمها س حيث س تنتمي لح، يبقى دي مجموعه اعداد حقيقيه. تمام. س حيث س تنتمي لح. ايه هي مواصفات المجموعه دي؟ بيقول لي ان السين دي هي اكبر من السالب 3 واقل من الاثنين، نفس العددين، نفس الرقمين بالظبط. تمام. يبقى ايه الفكره هنا مفيش يساوي وهنا مفيش يساوي، وانا اتفقت قلت لك ان لو في يساوي فانا باجي عند الرقم واكتب مغلق، طب اللي مفيش يساوي بسيبها مفتوح. تمام. يبقى انا المقصود بالمجموعه دي، المقصود بيها ان هي كل الاعداد الحقيقيه اللي بين السالب 3 والاثنين. طب بتتكتب ازاي؟ نفس الفكره بالظبط، قلت لك عشان تحول من طريقه الصيغه المميزه، من طريقه الصفه المميزه لطريقه الفتره، بمسك اكتب العدد الصغير الاول كتبته، العدد الكبير بعدين كتبته. تعالى عند العدد الصغير ده في علامه يساوي، لا، رحت كاتب القوس مفتوح وشه ناحيه بره كده. طيب عند الاثنين اللي هو الرقم الكبير في علامه يساوي، لا مفيش، رحت كاتب القوس مفتوح وشه ناحيه بره. يبقى اذا دي فتره مفتوحه لان القوسين مفتوحين. كده في اي مشاكل؟ تمام. طب بتتمثل ازاي على خط الاعداد؟ تعالى معايا على خط الاعداد. بتيجي نفس الفكره، هتكتب خط الاعداد وتيجي عند سالب 3 تعمل دايره مفتوحه، وعند الاثنين تعمل دايره مفتوحه. ليه عملتها مفتوحه؟ لان القوسين مفتوحين لانها فتره مفتوحه، ووصلتهم ببعض وظللت بيناتهم. في اي مشاكل كده؟ يعني انا حاسس ان الدنيا كده ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب قبل ما اخش على الفتره الاخيره او النوع الاخير هعمل معاك مراجعه سريعه. تمام. الفتره المغلقه احنا خدناها مثلا من السالب 3 لحد الاثنين، يبقى اذا هي الفتره اللي بتمثل السالب 3 لغايه الاثنين بكل الاعداد الحقيقيه اللي بيناتهم، يعني بتشمل السالب 3 والسالب 2 معايا موجودين جوه الفتره لانهم مغلقه من عندهم. تاني ركز عشان الكلام ده مهم نحتاجه في مسائل. السالب 3 والسالب 2 موجودين معايا جوه الفتره بالاضافه الى كل بياناتهم، يعني السالب 2 معايا والصفر معايا والسالب 1 معايا والواحد معايا، كل اللي بداخلهم ده. لو جايب لك اي واحده منهم قول له ينتمي للفتره، بتنتمي لانها بداخلهم. واضحه كده؟ يبقى اذا المجموعه دي هي مجموعه الاعداد الحقيقيه اللي بيناتهم بما فيهم العددين اللي معايا اللي هم السالب 3 والسالب 2. طب الفرق بينه وبين الفتره المفتوحه نفس الكلام بالظبط، كل الاعداد الحقيقيه اللي بين السالب 3 والسالب 2، ولكن تلغي منهم السالب 3 والسالب 2 نفسهم. يعني الفتره دي هي اسمها السالب 3 والسالب 2 ما عدا السالب 3 دي مش موجوده معايا، مش ما بتنتميش للفتره، والاثنين دي ما بتنتميش للفتره. ما بتنتميش لان القسم عندها مفتوح. فلو جالك وسالك هنا، شوف جايب لك هنا ازاي، لو سالك قال لك السالب 3 بتنتمي للفتره، طب والاثنين بتنتمي لانها كانت مغلقه من عندهم مقفوله، فمغلقه يعني اذا الرقمين دول موجودين معايا بداخل الفتره. طب هنا مفتوحه، يبقى السالب 3 لا تنتمي للفتره والاثنين لا تنتمي. يبقى نفهم مع بعض، اذا كانت الفتره مفتوحه من ناحيه رقم معين او القوس مفتوح من ناحيه رقم، يبقى اذا الرقم ده ما بينتميش للفتره بتاعتي.
طيب ومن هنا ننتقل لاخر نوع معانا من الفترات، اللي هو الفتره النصف مفتوحه او النصف مغلقه. هتلاقي عليها اشكال كتيره، بس انا هفهمك الفكره الاساسيه بتاعتها، وان شاء الله هتحل اي مساله على ما تفهم اللي انا هقوله لك ده دلوقتي. تمام. هي اسمها لها الاسمين، يعني ممكن تسميها نصف مفتوحه تتكتب صح، لو كتبتها نصف مغلقه بتتكتب صح. الفكره بقى في الفتره النصف مفتوحه او النصف مغلقه، انا هبسطها لك جدا 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 بطريقه سهله جدا. الفكره كلها ان انت لو جه معاك الفتره، ركز معايا كده كده كده، في هنا عدد مثلا 2 وهنا مثلا 5، دي كده اسمها نصف مفتوحه او نصف مغلقه، لها الاسمين يمشوا معاها. طيب لقيت العكس، لقيت العكس ازاي؟ يعني لقيت هنا مثلا مغلق من عند الاثنين ومفتوح من عند الخمسه كده، برضه نفس الفكره، سواء دي او دي هي اسمها نصف مفتوحه او اسمها نصف مغلقه. فانا مش هقعد اديك بقى مسائل كتير، انا هديك الفكره وانت هتفهم بناء عليها اي مساله تجي لك. طيب بتيجي ازاي بقى؟ بتيجي انا عندي مجموعه مثلا اهي، مجموعه اعداد حقيقيه برضه بوليسين حيث ز تنتمي للحا، يبقى اذا دي مجموعه اعداد حقيقيه. هتعرفها ازاي؟ من القاس المجموعه اللي هو جاي لك مكتوب بطريقه الصفه المميزه. تعرفوا انك هتلقى فيه هنا عندك علامه اقل من او يساوي، واحده فيها يساوي وواحده ما فيهاش. تمام كده واضحه؟ بيقول لك السين اكبر من او يساوي سالب 3 واقل، هتلقى واحده فيها يساوي وواحده ما فيهاش، يبقى اذا دي نصف مفتوحه او اسمها نصف مغلقه وانت مغمض. طيب نحول ازاي من الطريقه دي او من الصيغه المميزه لطريقه الفتره؟ زي ما قلت لك بالظبط، امسك الرقم الصغير اكتبه الاول كتبته، الرقم الكبير اكتبه بعدين كتبته. تعالى عند الرقم الصغير في علامه يساوي، يبقى اكتب الفتره مغلقه، اغلقها ما دام في يساوي. هنا مفتوحه ما فيش يساوي يبقى اكتب مفتوحه، يبقى لقيت جنب مغلق وجنب مفتوح، يبقى اسمها نصف مفتوحه او نصف مغلقه، الاسم صح. طيب خطيات، لو انت فهمت اللي فات هتقدر تمثل دي بكل سهوله. عند الجنب المغلق من القوس هتعمل دايره مغلقه، وعند الجنب المفتوح من القوس هتعمل دايره مفتوح، وتوصلهم ببعض وتظلل بيناتهم بالمنظر ده ومفيش اي مشاكل. طب سالك وقال لك انه اللي بينتمي للفتره، يعني مثلا يبقى اذا كده خدت كل الاعداد الحقيقيه اللي بين الفترتين بالمنظر ده، كل الاعداد الحقيقيه، يعني عندي سالب 2 ينتمي والسالب 1 ينتمي للفتره والصفر ينتمي للفتره والواحد ينتمي للفتره. طب هل السالب 3 ينتمي للفتره؟ لانه مغلق من عنده. طب هل الاثنين بتنتمي للفتره؟ لا، لانها مفتوحه. تمام كده يا شباب، اتمنى تكون المعلومات واضحه. احنا كده بنشطب في الدرس، يعتبر خلاص بنقفل في الشرح بتاع الدرس، هنخش على المسائل حالا باذن الله. هديك كام مساله كده عشان تفهم منهم كل الافكار الرئيسيه اللي معانا في الدرس. اخر جزء معانا في شرح الدرس، احنا كل اللي خدناه ده كانت فترات اسمها فترات محدوده. لو تفتكر معايا قلنا اولا الفترات المحدوده، يعني ايه فترات محدوده؟ يعني كنت باخد فتره محدوده معينه على خدت من هنا لحد هنا بس، محدوده، سواء بقى كبرت صغرت، انا واخد فتره محدوده على خط الاعداد. اما اللي هناخد دلوقتي الفترات غير المحدوده. يعني ايه غير المحدوده؟ يعني فتره ملهاش نهايه. طيب ناخد مثال عليها وهنفهم برضو ازاي نقدر نحل اي مساله بالشكل ده. اول مجموعه مثلا معايا مجموعه اهي، بيقول لي مجموعه س حيث س تنتمي لح، يبقى اذا دي مجموعه اعداد حقيقيه، وقال لي السين اقل من الاثنين وسكت. ده معناها ايه؟ معناه ان الجميع هنا كان بيدي لي السين محصوره بين رقمين محدوده، لكن هنا قال لي السين اقل من الاثنين وسكت. يعني اقل من الاثنين يعني جميع الاعداد اللي على خط الاعداد اقل من الاثنين، جميع الاعداد الحقيقيه اللي هي اقل من الاثنين. طيب هرسمها ازاي؟ اللي فهم اللي فات ممكن من غير ما نشرح يعرف يرسمها. هرسم خط اعداد بالمنظر ده. تمام. طب قبل ما نرسم خط اعداد، لو انا عايز اكتبها صوره فتره احول ازاي؟ في معانا حاجه اسمها الملا نهايه والسالب ملا نهايه. لو انت عايز اللي ناحيه السالب هنا كده، اللي هو ناحيه السالب تحت كده، يبقى دي اسمها كده سالب ملا نهايه. طب انت عايز ناحيه الموجب، كان المفروض كنا واخدينه عن ناحيه الموجب، دي اسمها كده ملا نهايه. ملا نهايه يعني ده مش عدد، ملا نهايه يعني الى ما نهايه، ما فيش رقم معين اعرف اجيبه. تمام كده. هكتبها ازاي؟ في قاعده اقول لك عليها ضروري جدا تفهمها وتعرفها. سواء السالب ملا نهايه او الملا نهايه لازم الفتره من عنده بتبقى مفتوحه. واحد يقول لي طب ايه السبب؟ السبب ان انت عمرك ما هتعرف الرقم ده اصلا عشان خاطر تقفلها من عنده وتاخده. فدايما اجباري من ناحيه الملا نهايه او السالب ملا نهايه لازم الفتره تبقى مفتوحه. يبقى اذا انا لما بقول لي السين اقل من الاثنين، يعني هو عايز يقول لك جميع الاعداد الحقيقيه الاقل من الاثنين، الاقل. يبقى انا دلوقتي عايز اكتب فتره، هكتب السالب ملا نهايه ولا الملا نهايه؟ هكتب السالب ملا نهايه لان انا عايز اقل الاثنين اهي. لا احنا لازمناها ازاي؟ لا المفروض يبقى الاثنين اهي. خليك كده معايا، الاثنين هنا. تمام. دي مش دي الدايره هنا كده. تمام. دي كده الدايره. تمام. ادي كده الاثنين، هو عايز كل اقل، الاقل يبقى نازل ناحيه كده واعمل سهم بالمنظر ده.
تمام؟ ليه كده؟ لانه عايز كل اقل، يبقى انا كده اتجهت ناحيه السالب من النهايه. انا دي فتره قدام على خط الاعداديه، اكتبها ازاي؟ احنا اتفقنا نكتب الرقم الصغير الاول، يبقى هكتب السالب من النهايه الاول فاصله 2. اتفقنا ان هي من ناحيه السالب من النهايه اجباري مفتوحه. طب من عند الاثنين؟ لا هو اللي قايلها لي، قالها لي ازاي؟ مش جايب لي يساوي في علامه التباين اللي هنا، قال لي س اقل سكت، رحت فاتحها برده من عند الاثنين، يبقى دي صوره الفتره، هتمثلها بالمنظر ده. طيب قبل ما اعديها، لو كان جايب لي هنا يساوي عند الاثنين كنت قفلتها هنا من عند الاثنين. طيب دي نقطه. طيب لو كان قال لي السين دي اكبر من الاثنين كنت هقف عند الاثنين هنا وهاخد ايه بقى؟ ناحيه المال النهايه كده. تمام كده؟ كنت هاخد ناحيه المال النهايه، ارسم السهم ناحيه كده. تمام كده؟ طيب كنت هكتبها ازاي؟ كنت هكتب العدد الصغير الاول، بدل ما كنت هكتب السالب من النهايه الاول كنت هنا هكتب الاثنين الاول، لان الاثنين هي الاصغر من المال النهايه، المال النهايه رايح ناحيه الموجب، كنت هكتب الاثنين الاول. تمام كده؟ هنشوف كل الافكار دي، يعني انا عارف ان هي ممكن تكون خلال الشرح ده ما وضحتش كويس، لكن انا عارف ان انا باذن الله هلمها وهغطيها معاك في المسائل القادمه. تمام؟ الملاحظات قبل ما نخش في المسائل كده، خلاص احنا خلصنا شرح الدرس، نخش بس على ملاحظات خفيفه كده سريعا. لازم تبقى عارف ان الاعداد الحقيقيه هي بتشمل من السالب من النهايه لغايه المال النهايه. ازاي الكلام ده؟ يعني زي ما رسمت لك كده خط العدد قدامك اهو، من على يساره سالب من النهايه، من على يمينه موجب من النهايه. يبقى اذا الخط العدد ده كله كده كله اللي عليه الاعداد الحقيقيه كلها، الح هي الفتره اللي اسمها، فحابين نكتب مجموعه الاعداد الحقيقيه بصوره فتره، فهي بتشمل من سالب ما لا نهايه الى موجب ما لا نهايه، ومفتوحه من الطرفين زي ما قلت لك. السبب لان قلت لك سواء ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه لازما الفتره بتبقى مفتوحه. طيب دي لو ح، طب لو ح موجب، ح موجب اتفقنا ان هي مجموعه الاعداد الحقيقيه الموجبه، يبقى هو عايز من اول الصفر اهو لحد الموجب ما لا نهايه. يبقى هكتب نتبع القاعده بتاعتنا هنا، اتبعنا القاعده ان احنا كتبنا ايه؟ الصغير الاول، يبقى السالب ما لا نهايه الاول، بعد كده الموجب ما لا نهايه، بعد كده فتحناها من الطرفين عشان اتفقنا ان عند الموجب او عند ما لا نهايه او السالب ما لا نهايه بيبقى مفتوحه الفتره دايما. طيب هنا هكتب الصفر الاول. ليه الصفر الاول؟ اتفقنا نكتب الصغير الاول، يبقى هكتب الصفر الاول، وبعد كده الما لا نهايه اللي هي الموجبه في الاخر عشان هو الكبيره. طيب اتفقنا ان هي من ناحيه الما لا نهايه مفتوحه، اللي هنا فتحناها لان انا متفق معاك من قبل كده ان الصفر عدد له موجب وله سالب، فالصفر ما هوش موجود في الاعداد الحقيقيه الموجبه، ففتحناها من عنده عشان ما ناخدوش. طيب تعالى على الاعداد الحقيقيه السالبه. الاعداد الحقيقيه السالبه هكتب هنا، انا هاخد كده الاعداد الحقيقيه السالبه اهي كده. تمام؟ من اول الصفر هنا وهننزل الى السالب ما لا نهايه، اكتب من الاول السالب ما لا نهايه الاول لان هي الاصغر، بعد كده الصفر. تمام؟ يبقى السالب ما لا نهايه بعد كده الصفر، يبقى الاعداد الحقيقيه السالبه لو هكتبها في صوره فتره هكتب سالب ما لا نهايه وصفر، وافتحها برضه من عند الصفر لان الصفر زي ما اتفقنا له موجب وله سالب. طب لو سالك وقال لك مجموعه الاعداد الحقيقيه غير السالبه، يعني ايه غير السالبه؟ تعالى معايا كده على خط الاعداد اهو، يعني هتلغي كل السالب. عشان همشي كده ازاي اهو، لغيت كل السالب. تمام كده؟ وقفت لحد مين؟ الصفر، يبقى الصفر موجود معايا. هو لا يعني غير السالبه يعني الغي السالب كله. طيب يبقى هاخد الموجب كله بالاضافه للصفر. واضحه كده؟ يبقى هاخد ح موجب اتحاد الصفر، وبتتكتب كده اهو، صفر وموجب ما لا نهايه مقفوله من عند الصفر، ان الصفر كده متاخد معايا. طب لو عكس لك وقال لك مجموعه الاعداد الحقيقيه غير الموجبه، يعني ايه غير الموجبه؟ يعني الغي لي الموجبه. فانا هاجي اهو، بص على غير الموجب اهو كده، دي كده الموجب اهو، كل ده موجب 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 موجب، حتى الواحد وعدد واحد كمان انا كل ده موجب، النص والربع وكل الكسور العشريه دي كده موجب لحد قبل الصفر وقفت. تمام؟ يبقى انا هاخد الصفر بالاضافه الى الاعداد الحقيقيه السالبه. يبقى اذا الاعداد الحقيقيه غير الموجبه هي الاعداد الحقيقيه السالبه بالاضافه الى الاتحاد الصفر. تمام كده؟ مشاكل؟ طيب كده في صوره فتره ازاي؟ نفس الفكره، نكتب الصغير الاول سالب من النهايه والصفر نقفلها علشان هناخده معانا. وبكده نكون انتهينا من الشرح وندخل على المسائل ونشوف هنحل المسائل دي مع بعض ازاي. اول مساله بيقول لي اكتب المجموعات على صوره فتره ومثلها على خط الاعداد. انا معلمك من شويه ازاي احول من طريقه الصفه المميزه دي لطريقه المجموعات. نكتبها ازاي؟ تعالى معايا واحده واحده. هبص على العددين، بيقول لي س حيث س تنتمي لح، يبقى اذا دي مجموعه اعداد حقيقيه كل عنصر فيها بينتمي للاعداد الحقيقيه. تمام؟ السين دي هي عندي في النص، مالها؟ محصوره بين عددين، يبقى دي فتره محدوده. ما دام محصوره بين عددين يبقى دي فتره محدوده. اكتب مين الاول يا شاطر؟ اكتب العدد الصغير الاول. يا ترى الاصغر سالب 3 ولا الصفر؟ سالب 3 طبعا، فاصله صفر، انا كده كتبتهم. تمام؟ هاجي عند السالب 3 في علامه يساوي؟ لا، يبقى دي فتره مفتوحه. طب عند الصفر فيه يساوي؟ يبقى دي فتره مغلقه.
انا كده كتبت صوره هو بيقول لي اعمل اكتب المجموعات على صوره فتره. كده كتبت على صوره فتره. ايه المطلوب تاني؟ بيقول لي مثلها خط الاعداد. سهله جدا، ادي خط الاعداد. مثلا هنا الصفر، واحد، اتنين، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة. تمام. نيجي هنا كده همثل عند السالب تلاتة وعند الصفر. عند السالب تلاتة الفترة مفتوحة، يبقى هعمل دايرة مفتوحة كده. وعند الصفر مغلقة، يبقى هعمل دايرة كده اهو، واغلقها بالمنظر ده واوصلهم ببعض. يبقى الفترة اللي انت تقصدها معايا هي الفترة دي. شفت الموضوع سهل ازاي؟ طيب تعالى على بعديها. بعدها بقول لي ايه بقى؟ بقول لي الف حيث الف تنتمي لح. طيب العنصر اللي اسمه الف ده ماله؟ قال لي محصور بين عددين، الالف اقل من او يساوي الواحد واكبر من او يساوي السالب 2. تعالى يا شاطر. اول حاجه هكتبها العدد الصغير، بعد كده العدد الكبير سالب 2 اصغر. تعالى عند السالب 2 في علامه يساوي يبقى هقفل. تمام. عند الواحد بيساوي يبقى هقفل. يبقى هي الفتره بتاعتك اسمها سالب 2 و1. طب تمثلها خط العدد ازاي؟ تعالى خط العدد اهو. هنا الصفر، واحد، اتنين، سالب واحد، سالب 2. هتعمل ايه كده؟ هتيجي هنا عند السالب 2 مغلقه، يبقى هعمل دايره كده واقفلها بالمنظر ده. عند الواحد دايره مغلقه، هعمل دايره واغلقها بالمنظر ده واجي موصلهم ببعض، ولازم تظلل بيناتهم عشان زي ما اتفقت معاك انا باخد كل الفراغات اللي بين الاعداد وبعضها. طيب المساله اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي س حيث س تنتمي لح. ركز بقى بدي، يعني حد كنا واخدين دي فتره محدوده لان كان السين محصوره بين رقمين. هنا كانت فتره محدوده لان السين محصوره بين رقمين. تعالى بقى هنا السين مش محصوره بين رقمين. بيقول لي السين اكبر من الصفر وسكت، يعني جميع الاعداد الحقيقيه الاكبر من الصفر. يبقى انا اهو. طيب انا عايزك تفهمها، يعني انا هكتب الفتره على طول، بس لو انت مش هتعرف تكتب الفتره على طول ابقى اكتب خط العدد الاول هيسهل عليك. جميع الاعداد الحقيقيه الاكبر من الصفر، يبقى انا كده نتجه ناحيه الموجب الى موجب ما لا نهايه. طب يا ترى مين الاصغر، الصفر ولا الموجب ما لا نهايه؟ طبعا الصفر، يبقى اكتب الاول صفر وموجب ما لا نهايه. كده كده كتبتهم. الما لا نهايه وانت مغمض الفتره من ناحيتها مفتوحه. طيب وعند الصفر مفيش يساوي يبقى برضه مفتوح. كده انا كتبت الفتره بتاعتي. عايز مثلا خط الاعداد مفيش اسهل من كده. كتب هنا الصفر، واحد، اتنين، سالب واحد، سالب اتنين، وهاجي عند الصفر اعمل له دايره اهو. اعمل له دايره بالمنظر ده مفتوح. لا مفتوح عشان مفتوحه كده عند الصفر. وهتيجي ناحيه مين؟ ناحيه الموجب ما لا نهايه. صح مش الموجب ما لا نهايه كده؟ يبقى هعمل كده اهو واعمل سهم. يعني دي مكمله كده واخده جميع الاعداد الحقيقيه الموجبه الاكبر من الصفر، وهاجي مظلل بالمنظر ده. كده في مشاكل؟ تعال على اخر مساله معانا. بيقول لي ص حيث س تنتمي لح مجموعه اعداد حقيقيه. مالها بقى الصاد؟ قال لي الصاد اقل من او يساوي السالب واحد. لاحظ انا قراتها من ناحيه الصاد، في واحد ممكن يقراها من ناحيه اليمين كده يقول السالب واحد هي اكبر من او يساوي الصاد. فانت خليك في الافضل اقرا من ناحيه الرمز عشان تبقى سهله معاك. الصاد اهي ناحيه الرمز اقل من او يساوي السالب واحد. اقل من او يساوي السالب واحد، يعني انا هاخد جميع الاعداد الحقيقيه الاقل من السالب واحد. يبقى انا متجه ناحيه مين؟ ناحيه السالب ما لا نهايه. يبقى مين الاصغر هنا؟ السالب ما لا نهايه اصغر حاجه، دي اصغر حاجه معايا على خط الاعداد السالب ما لا نهايه. يبقى هكتب كده سالب ما لا نهايه ومين؟ وسالب واحد. السالب ما لا نهايه كده كده مفتوح. طيب وعند السالب واحد مقفوله عشان فيه يساوي. طيب مثلا زي خط الاعداد تعالى اهو. هنا صفر، واحد، اتنين، تلاته، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاته. لازم تعرفوا كل الشغل اللي بنشوفه ده كله هنا كده لازم تبقى عارف هنا موجب ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه اهو. هنا موجب ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه. هنا موجب ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه. موجب ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه. تمام كده يا شباب؟ طيب همثل ازاي؟ تعالى عند السالب واحد اعمل دايره مغلقه. ليه دايره مغلقه؟ عشان الفتره مغلقه اهو. فالسالب واحد اهو اعمل دايره كده واغلقها بالمنظر ده، وهتيجي ناحيه مين؟ ناحيه السالب ما لا نهايه. يبقى هاجي ماشي كده ناحيه السالب ما لا نهايه كده واعمل سهم، يعني انا كده ماشي على طول ما اناش عارف نهايتي فين. تمام كده؟ وبكده نكون انتهينا من المثال الاول، ومعانا كام مثال كده بسيط وباذن الله هخلص معاك الفيديو حالا مش هطول عليك. اخر صفحه معانا في المسائل في كام حاجه كده، بس مساله سريعه كده هحلها معاكم من الكتاب المعاصر على طول. بس اخر صفحه معاكم في الشرح اللي انا محضره هنا. بيقول لي اذا كانت س دي، ركز معايا كده، س دي فتره
من السالب 3 لغايه التلاتة. لاحظ انها مغلقه من الطرفين. تمام. والصاد دي فتره من السالب 1 لغايه الخمسة، مغلقه من عند الواحد ومفتوحه من عند الخمسة. اوجد مستعينا بخط الاعداد الكلام ده. ايه بقى الكلام ده؟ دي جزء خاص بالعمليات على الفترات. يعني ايه العمليات؟ احنا كنا واخدين حاجه اسمها الاتحاد والتقاطع والفرق والكلام ده كله. طيب ايه هي يعني ايه عمليات؟ احنا واخدين العمليات دي اللي هي الجمع والطرح والاسم والكلام ده، دي بين الارقام وبعضيها. لكن لما نكون بنتعامل مع مجموعات، مجموعه ومجموعه، ما اعرفش اتعامل معاهم بالزائد والناقص، اعرف اتعامل معاهم بالتقاطع وبالاتحاد. تمام كده؟ طيب الكلام ده واخدينه، بس انا بفهمك ايه هي العمليات على المجموعات. العمليات على المجموعات ان انا بجيب الاتحاد او التقاطع لمجموعه والثانيه. عاطين مجموعه هنا اهي، ودي مجموعه، وعايز الاتحاد ليهم، وعايز التقاطع، وعايز رقم 3 الفرق بين س وصاد، و4 الفرق بين صاد وس. واحده واحده هنشوف هنحلها ازاي. اول حاجه هتعملها هتمسك المجموعه الفتره الاولى تمثلها خط الاعداد، ما هو قال مستعينا بخط الاعداد، والفتره الثانيه هتمثلها خط الاعداد وتجيب لهم الاتحاد بتاعهم. تمام. تعالى معايا الفتره الاولى، هعمل خط اعداد كده اهو. هنا عندي موجب ما لا نهايه، وهنا سالب ما لا نهايه. تمام كده. الفتره الاولى اسمها اللي هي س، دي كده س من السالب 3 لغايه الثلاثة. يبقى كده عندي واحد، هنا كده صفر، واحد، 2، 3، هنا سالب 1، سالب 2، سالب 3. مغلق من الطرفين. يبقى انا عندي هنا عند السالب 3 هعمل دايره مغلقه، وعند الثلاثة هعمل دايره مغلقه، هوصلهم ببعض بالمنظر ده، وهظلل بيناتهم. دي كده الفتره اللي هي موجوده معايا المجموعه الاولى. طيب هات المجموعه الثانيه، دي كده اللي كانت مين؟ دي كده كانت المجموعه س. هات المجموعه ص، هعمل خط عدل نفس الفكره بالظبط. تمام. وهعمل هنا مثلا صفر، سالب 1، وهنا 1، 2، 3، 4، 5. تعالى معايا نفس الفكره بالظبط. هنعمل عند واحد الفتره مغلقه، يبقى هعمل دايره مغلقه. تمام. وعند الخمسه الدايره الفتره مفتوحه، يبقى هعمل دايره مفتوحه، اوصلهم ببعض بالمنظر ده. تمام كده. طيب انا بعد ما وصلت الفتره، بعد ما مثلت كده الفترتين، هو المطلوب دلوقتي عايز الاتحاد. يعني ايه الاتحاد؟ يعني هجيب من اصغر رقم لاكبر رقم، كاني همسك الفترتين هخلطهم على بعض، هخلط الفترتين على بعض، وهجيب من اصغر رقم لاكبر رقم. ازاي الكلام ده؟ تعالى معايا. عندك الفتره الاولى اصغر عدد فيها مين؟ سالب 3. اصغر عدد فيها سالب 3 اهو، يبقى عندي اصغر عدد هنا سالب 3 اهو. طيب والفتره دي ممتده لحد مين؟ لحد الثلاثه. يعني هنا اصغر عدد عندي سالب 3. طيب والفتره الثانيه اكبر عدد عندي مين؟ الخمسه. هتقول لي برضه انا مش عايز اعديها، عايزك تفهمها. انا الفتره دي اصغر عدد، يعني انا ما دام بجيب اتحاد كاني همسك الفترتين هدمجهم على بعض، كاني هدمجهم كده على بعض، هدمجهم على بعض. يعني انا هاخد اصغر عدد واكبر عدد من هنا ومن هنا. الاصغر عندي من ناحيه الاصغر، الاصغر السالب 1 ولا السالب 3؟ طبعا السالب 3، فانا هاخدها هي. انا هاخد اهم حاجه اجيب من على الاخر. يعني بص هفهمها لك ازاي. بص انا عايز اجيب على الاخر من على اليسار وعلى الاخر من على اليمين بعد ما اخلط الفترتين على بعض. انا بفهمها لك بالبلدي خالص اهو. انا همسك الفترتين هحطهم على بعض، هحطهم على بعض، وهجيب اخر رقم من على اليسار مع اخر رقم من على اليمين. تمام. لو حطيت الفترتين على بعض كده، اخر رقم على اليسار يبقى معايا مين؟ سالب 3. تمام كده. يبقى الفتره الجديده معايا تبقى هي هكتب الرقم الصغير الاول طبعا سالب 3. طيب لو حطيت الفترتين كده على بعض، اخر رقم معايا على اليمين هيبقى مين؟ هيبقى الخمسه، لان الخمسه اكبر من الثلاثه، تبقى هي ناحيه اليمين كده موجوده معايا. يبقى كده معايا مين؟ الخمسه. لان اتحاد يعني ايه؟ افتكر معايا الاتحاد ان انا باخد المجموعتين بدون تكرار، فانا هاخد اللي هنا كله مع اللي هنا كله من غير ما اكرر حاجه. تمام كده. يبقى الفتره الجديده معايا اللي هي من السالب 3 لغايه الخمسه. تمام كده. من عند السالب 3 مغلقه، بقفلها. طيب ومن عند الخمسه مفتوحه، يبقى هي كده 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 مفتوحه. اللي ما فهمش دي هيفهم اللي جايه. تعالى هنا نفس الفكره برضه، قال لي مثل السين والصاد بس هات لهم التقاطع. طيب عشان نقدر نوضح الفكره اكتر شويه، ممكن تعالى معايا هقول لك نرسمها ازاي. هنيجي راسمين خط عادي كده اهو. عندنا كده صفر، 1، 2، 3، 4، 5، سالب 1، سالب 2، سالب 3. انا كاتبها لك بقى كده عشان كده هتوضح معانا اكتر شويه. وده عندي هنا كده السين.
وهاجي راسم الصاد بالمنظر ده برضه. هكتب هنا بقى، شوف انا هعمل ازاي دلوقتي. انا هكتب نفس الاعداد عشان هي لما كنت كاتب الاعداد مختلفه هنا شويه ما وضحتش معاك. 1 2 3 4 5 -1 -2 -3. دي مجموعه مين؟ الصاد. طيب انا همثل برضه السين وهمثل الصاد عادي جدا زي ما مثلت هنا مثل هنا، بس الفكره هنا جبت اتحاد هاجي منها تقاطع. طب هنجيبها ازاي؟ نفس الفكره بالظبط. المجموعه اللي اسمها س من السالب 3 لغايه ال3، يعني من السالب 3 مغلقه اهي لغايه ال3 اهي. ركز كده معايا اهي، وظللتها بالمنظر ده. تمام. طيب الفتره اللي بعديها من السالب 1 مغلقه لغايه ال5 اللي هي مفتوح، ومستوى المنظر ده. انتبه معايا، شفت المنظر اللي مرسوم قدامك ده؟ انتبه كده معايا، معلش معذره ان هي دي مرسومه فرقه ترسم بنفس الطريقه دي. انا لما بجيب اتحاد بص معايا، انا بجيب اخر رقم على اليسار مع اخر رقم على اليمين. لقيت نفسي واقف عند مين وعند مين دلوقتي؟ لو الاثنين مرسومين بنفس الارقام بنفس الترتيب بتاع الارقام، لقيت نفسي خدت من هنا اهو. اول فتره دي معايا اهي السالب 3، واخر رقم انا وقفت عنده ال5، يبقى هو ده الفتره بتوعي. ولو هي مفتوحه مغلقه بكتبها مغلقه، مفتوحه بكتبها مفتوح. ده اللي لما عملت هنا في الاتحاد. طب في التقاطع، في التقاطع لا، اللي انا عملت كده في الاتحاد لان الاتحاد قال لك بتاخد المجموعتين بدون تكرار، انا كده خدت المجموعتين بدون تكرار. طيب التقاطع لا اهو. التقاطع بص المنطقه اللي هم مشتركين فيها اهي، التقاطع بناخد العناصر المشتركه صح كده؟ تمام. يبقى انا هاخد العناصر المشتركه اهي من اول ال3 دي لغايه مين؟ لغايه -1 اهو. هي دي المنطقه اللي هم مشتركين فيها، يبقى هو ده التقاطع. يبقى هنا لما خدت من البدايه للنهايه ده كده اسمه اتحاد. لكن لما خدت هنا المناطق اللي هم مشتركين فيها ده اسمه تقاطع. طب يا ترى هم مشتركين في مين دلوقتي؟ لما عملت كده اهو بص هتلاقيهم مشتركين من -1 لغايه ال3 اهو. يبقى نكتب -1 الاول لغايه ال3. من عند -1 مغلقه. طب من عند ال3 برضو مغلقه. يبقى دي الايه؟ التقاطع اللي معايا. طيب هنا برضو نفس الفكره بالظبط، همثل السين وهمثل الصاد ورايح عايز انا همثلهم بنفس الطريقه. هي الطريقه ان انا هكتب نفس الترتيب بتاع الارقام، يعني انا هكتب كده اهو كده مجموعه س، هكتب كده اهو كده مجموعه صاد. اهو شوف بقى نعمل ازاي اهو. هكتب هنا الصفر وهنا الصفر اهو. 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5. لما بكتبهم بنفس الترتيب تحت بعض المجموعتين بقدر اميز مين اللي مع مين ومين اللي بعيد عن مين. تمام كده؟ طيب هنمثل ازاي؟ نفس الطريقه اللي مثلت بيها هناك، هي الطريقه بالظبط. همثل السين من السالب 3 لغايه ال3، هي التمثيل بالظبط، نفسها هي المجموعه، مثلتها كده اهو. طب والصاد من السالب 1 لغايه ال5، احنا كل مره بنمثلها هي ولا بس الفكره في كل مره انت بتمثلها هي كتمثيل على خط الاعداد، لكن ازاي تجيب الاتحاد اهو زي ما قلت لك، بتجيب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار عشان بجيب كل الاعداد المشتركه بدون تكرار، كل الاعداد كل الاعداد اللي في المجموعتين اسف بدون تكرار. لكن في التقاطع انا بجيب المشترك بس، وهم مرسمين نفس الرسم، بس بجيب العناصر المشتركه هنا اللي موجوده في المجموعتين. تمام. طيب في الفرق افتكر معايا التعريف بتاع الفرق كان اسمه ايه؟ التعريف بتاع الفرق عشان ما تنساش اسمه الموجود في المجموعه الاولى ومش موجود في الثانيه. هنا مهم قوي الترتيب، يعني اللي موجود في الاولى مش موجود في الثانيه. الاولى اسمها مين؟ س. يبقى انا عايز العناصر اللي موجوده في س ومش موجوده في ص اهو قدام عينيك بقى اهو. لازم تبقى ركز بقى انت تعمل ايه دلوقتي. فاللي موجود في السين ومش موجود في الصاد، هنا انا عندي هنا حد السالب 1 مشتركين مع بعض، يعني بص دي جايه كده اهي لحد السالب 1 كده لحد السالب 1 وقطعت، يبقى انا كده اخر هنا حد السالب 1 اهو. فالعناصر بقى اللي هي موجوده في س ومش موجوده في صاد مفيش الا هم دول بس، هم دول بس اللي موجودين في س اللي هو من اول السالب 1 لغايه السالب 3. بس هل هكتب كده وخلاص؟ لا، انتبه بقى معايا عشان هنا في تريكايه مهمه جدا، تركه ذكاء. انا هكتب العدد الصغير الاول صح، اللي هو من السالب 1 من السالب 3 لحد السالب 1، يبقى هكتب سالب 3 فاصله سالب 1. من عند السالب 3 مغلقه تمام. طب من عند الواحد هي اصلا ما كانتش بتمثل عشان اعرف هي مغلقه ولا مفتوح. انتبه معايا،
انت عايز ايه دلوقتي؟ انت عايز العناصر اللي موجوده في س مش موجوده في ص. لو انت خدت السالب واحد معاك، طب ما السالب واحد موجود في ص. انتبه عشان دي حته مهمه جدا، طلبه كتير بتسقط فيها وبتخلق في اخطاء كتيره في المثال بسبب الحته دي. لو انت خدت السالب واحد معاك، طب السالب واحد موجود في ص، فانا كده عايز الغي السالب واحد معايا عشان يبقى كده مش موجود، فهعملها مفتوحه من عند السالب واحد. يبقى الفتره دي اللي هي انا لاغي فيها السالب واحد هي دي الفتره اللي موجوده في س بس ومش موجوده في ص. تمام كده؟ طب هتوضح اكتر في اللي بعديها برضو، نفس الفكره بالظبط في اللي بعديها. هعمل نفس التمثيل. هنا دي مجموعه س، دي مجموعه ص. صفر، واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاته. هنا صفر، واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاته. نفس التمثيل زي ما اتفقنا بالظبط. هنمثل ازاي؟ هنا عندي من السالب تلاته مقفوله لغايه التلاته ونمثل بالمنظر ده. طيب واللي بعديها كانت من كام؟ من السالب واحد لغايه الخمسه. سالب واحد كانت مغلقه لغايه الخمسه كانت مفتوحه بالمنظر ده. تمام. بقول لي صاد فرق س، يعني اصل فرق س يعني العناصر الموجوده في صاد ومش موجوده في س، فالصاد اهي تحت. طيب انا عايز العناصر اللي موجوده في صاد ومش موجوده في س، فهي بص معايا، انا لحد الثلاثه مشتركين مع بعض. شوف انا ماشي كده في الصاد، انا كده يهمني دلوقتي شغل على الصاد. هنا كان شغل على السين، لكن هنا شغل على الصاد. من اول ما بدات في الصاد، من اول هنا كده مشتركين مشتركين مشتركين، ما دام هنا ها الصاد بدات تقطعي عند مين؟ عند الثلاثه، يبقى هعمل كده. وقف بقى معايا. فاللي موجود في صاد ومش موجود في س هي الجزئيه دي بس، اللي من اول 3 لغايه 5 دي بس. تمام كده؟ بالظبط كده. تمام. هكتب العنصر الصغير الاول اللي هو 3 و5. مهم قوي بقى كتابه الفترات. انت عند الخمسه كده كده اصلا اجباري مفتوحه. تمام. طب من عند الثلاثه اخليها مفتوحه ولا مغلقه؟ لا برضه خليها مفتوحه، لان انا مش عايز الثلاثه تبقى معايا. لان الثلاثه لو بقت معايا، طب الثلاثه موجوده في السين، هو اللي موجود في صاد ومش موجود في السين، فما ينفعش اخد الثلاثه. ارجوك تركز في الحته دي عشان مهمه جدا 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 وبتيجي في مسائل كتير. اخر مساله معانا. طبعا انا عارف المسائل دي بتطول شويه في الحل لان المسائل دي مهمه قوي. بيقول لي هنا اوجد كل ما ياتي. ايه هو الموجود ده؟ الفتره دي، تقاطع الفتره دي، نفس الفكره بالظبط. همثل الفتره الاولى وهمثل الفتره الثانيه واجيب التقاطع بتاعها. يلا على السريع كده عشان ما نضيعش معاك وقت كتير في الفيديو عشان طولنا كتير. همسك الفتره الاولى اهي. بيقول لي من السالب ما لا نهايه لغايه الاثنين. السالب ما لا نهايه يبقى انا هبدا من هنا لغايه مين بقى؟ لغايه الاثنين. يبقى انا عندي مثلا هنا كده صفر، واحد، اثنين. تمام. هنا سالب واحد، سالب اثنين. عند الاثنين بقى مقفوله. يبقى الفتره بتاعتي من الاثنين لغايه السالب ما لا نهايه، يعني من الاثنين اهي هنزل لغايه السالب ما لا نهايه. يبقى هنزل كده بالسهم بالمنظر ده، منزل كده المنهج، يبقى واخد كل الاعداد اللي تحت دي. طب الرسمه اللي بعديها دي كانت من الفتره الاولى. الفتره الثانيه اعمل خط عادي كده، ادي صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة. تمام. ركز معايا بقى. عند السالب ثلاثة مفتوحة وما لا نهاية، يبقى هطلع ناحية ما لا نهاية كده موجب اهي، يبقى اطلع كده. انتبه بقى معايا. المطلوب دلوقتي هو عايز منطقة التقاطع. يا ترى المجموعتين دول تقاطعوا مع بعض في ايه؟ انتبه بقى معايا كده. التقاطع في بالظبط. السهم ده طلع في وشه الى موجب ما لا نهاية، والسهم ده كان لازم يتحد الى سالب ما لا نهايه. تقاطع من اول بقى. هنا عندي السالب برضه موجوده، السالب 3 موجوده برضه، ده نازل كده الى سالب ما لا نهايه تحت. تمام. يبقى انا منطقه التقاطع بتاعتي من عند السالب ما لا نهايه، السالب 3 اسف، لغايه الاثنين بس. هو ده التقاطع اللي هم المنطقه اللي اشتركوا فيها هم الاثنين. لكن زياده على ذلك ناحيه السالب ما لا نهايه في السهم مكمل، وهنا السهم مكمل الموجب، لكن المنطقه اللي اشتركوا فيها بس اهي. طيب انتبه برضه معايا. هكتب الصغير الاول يبقى سالب 3 و2، انا كده كتبته. هكتب هنا عندي السالب 3، يا ترى هاخدها مغلقه؟ انا عايز الاعداد الايه؟ المشتركه. طيب هل هنا الثلاثه كانت مفتوحه ولا مغلقه؟ مفتوحه. يبقى هل الثلاثه مشتركه؟ انا عايزك تجاوب معايا. هل الثلاثه كده مشتركه؟ لا مش مشتركه. مش مشتركه ليه؟ لانها مفتوحه من هنا، فما كانتش موجوده في المجموعه دي. المجموعه تحت دي السالب 3 مش موجوده، فهي ما كانتش مشتركه. فزي ما هي كانت مفتوحه انا هحطها مفتوحه لان هي مش مشتركه في المجموعه الثانيه. طب عند الاثنين كانت موجوده فوق وتحت، فالاثنين كانت مشتركه فمقفوله من عند الاثنين.
اتمنى تكون الامور واضحه. دي كده المجموعه اللي هو كان عايز يكتبها، ودي الحل. دي المجموعه اللي كتبتها دي الحل اللي بيجي عليها مساله الكتاب الاختياري. طيب المساله اللي بعد كده همثل المجموعه الاولى اهو سريعا، وادي المجموعه الثانيه. هنا من سالب ما لا نهايه لغايه الثلاثه، ادي 0 1 2 3، وعندي كده دي سالب ما لا نهايه، يبقى عندي الثلاثه اهو مقفوله، هنزل كده في وش على طول الى السالب ما لا نهايه معايا، ده كله معايا. طيب نفس الفكره بالظبط، هاخد هنا الصفر، تمام، 1 2 3 4 5. طيب هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3، هنا سالب ما لا نهايه، وهنا موجب بقى ما لا نهايه. عايز من السالب 2 لغايه الخمسه، من السالب 2 اهي مغلقه، الفتره نفسها مغلقه. طب عندك 5 مفتوحه، اوصلهم ببعض. قال المطلوب بقى بيقول لي الاتحاد. ازاي بقى الاتحاد؟ يعني عايز المجموعتين مع بعض. يبقى زي ما اتفقنا الاتحاد انت بتاخد من اقصى اليسار لاقصى اليمين اهو، احفظها كده معايا. الاتحاد بالذات على خط الاعداد بتاخد من اقصى اليسار لاقصى اليمين. امسك المجموعه الاولانيه، اقصى اليسار فيها سالب ما لا نهايه، دي اصغر حاجه معايا، يبقى هي تتكتب سالب ما لا نهايه، مفيش اصغر من كده. طيب اقصى اليمين اكبر حاجه معايا فين في المجموعتين برضو مع بعض؟ مين؟ الخمسه، اكتب الخمسه. السالب ما لا نهايه مفتوحه ولا مغمض؟ طيب عند الخمسه هي مفتوحه اساسا تلقائي، فانا اكتبها مفتوحه، تمام كده. اللي بعديها خلاص بنشطب اخر مسألتين. الفترة الأولانية اسمها 5 وما لا نهاية. دي 0 1 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 سالب 3. الفترة التانية 0 1 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 سالب 3. انتبه معايا، الفترة الأولى كان تمثيلها إيه بقى؟ الفترة الأولى اسمها من 5 لغاية الما لا نهاية. تعالى معايا مثل بالون تاني، من الخمسة لغاية الموجب ما لا نهاية، فالخمسة أهي مقفولة مقفولة تمام. مش كده في وش ناحية الموجب ما لا نهاية، يبقى دي خدت كده من بعد الخمسة وخدت في وش ناحية الموجب ما لا نهاية، خلاص راحت، تمام. همثل أظلها كده. طيب اللي بعد كده بيقول لي من 5 لغاية برضه موجب ما لا نهاية، بس مفتوح من هنا، تمام كده برضه اهي. طب واحد شاطر كل يقول لي بقى الفرق، بيقول لي عايز المجموعه دي فرق دي، يعني ايه فرق دي؟ يعني الموجود في المجموعه الاولى ومش موجود في الثانيه، كده هما الاثنين تحس انهم اول بعض صح؟ مين بقى اللي موجود في الاولى؟ دي المجموعه الاولى ودي الثانيه. مين اللي موجود في الاولى ومش موجود في الثانيه؟ عنصر واحد مفيش غيره فقط، مين؟ الخمسه. خمسه واحده هي اللي موجوده فوق ومش موجوده تحت. يبقى كده معايا مين؟ الخمسه احطها في قسم مجموعه بالمنظر ده، ما ينفعش احطها في فتره، لان الفتره لازم لازم تبقى قوسين. طيب اخر حاجه معايا، اخر مساله معانا، بقول هنا 2 وموجب ما لا نهايه، 0 1 2 3 4 سالب 1 سالب 2 0 1 2 3 4 سالب 1 سالب 2، تمام. اول فتره اسمها ايه؟ 2 وما لا نهايه، يبقى هاجي عند الاثنين مغلقه عشان الفتره المغلقه هنا وموجب ما لا نهايه، يبقى اطلع ناحيه موجب ما لا نهايه هنا كده، وهظلل ده كله. دي الفتره الاولى. الفتره الثانيه سالب ما لا نهايه لغايه الاثنين، سالب ما لا نهايه دي هي كده هنا صح كده؟ سالب ما لا نهايه لغايه مين؟ لغايه الاثنين. فين الاثنين؟ اهي مفتوحه ولا مغلقه؟ مفتوحه اهي مفتوحه، وانزل لغايه السالب ما لا نهايه. وبقول لك عايز التقاطع بتاعهم، انتبه معايا وركز عشان دي برضو من ضمن الحاجات التريكات المهمه. تقاطع مع بعض، المجموعه الاولى دي خدت الاثنين معاها وطلعت ناحيه الموجب، خدت الاثنين معاها وطلعت ناحيه الموجب ما لا نهايه، والمجموعه دي سابت الاثنين ونزلت ناحيه السالب ما لا نهايه. يبقى كده المجموعتين دول متقاطعين مع بعض، مشتركين مع بعض في حاجه؟ لا، مفيش اي عنصر مشترك. عارف لو كانت الاثنين مغلقه كان يبقى التقاطع بتاعهم 2 زي 5 كده، لكن هنا مفيش، يبقى هقول له التقاطع بتاعهم هنا بقى بفاي، تمام كده. وبكده اكون وصلت معاك لنهايه الفيديو. اتمنى ان انت تكون استفدت معانا من طريقه الشرح، ويكون عجبك الدرس، وتكون فعلا قدرت تفهم وقدرت تحصل منه
كم كويس من المعلومات اللي تقدر تحل بيها المسائل وتستفاد بيها بافكار المسائل. كنت عايز احل معاك جزء من المعاصر، بس طبعا اطولت معاك في الفيديو جامد مش هينفع. اللقاء في فيديو قادم. اتمنى ان انت تدعمنا بلايك والاشتراك في القناه علشان تقدر تستفاد من كل محتوى هننزله، وباذن الله ابقى احل معاكم التمارين. بس عشان اكون صريح معاكم، انا مش هقدر ان انا اهتم بحل التمارين الا اذا كان في تفاعل وكان في استجابه كتيره من الناس اللي تقدر تسمع معنا الفيديوهات. لكن اذا ما كانش في تفاعل هضطر اكتفي معاكم بشرح المنهج لحد ما احس ان في ناس فعلا بتستفاد من المحتوى. احب افكرك كمان ان المحتوى بتاعنا اللي هو الشرح ده كله، كل ورق الشرح ده بنصوره ملف PDF وبنبعته على قناتنا في التليجرام. هتلاقي اللينك بتاعه موجود عندك في صندوق الوصف. تقدر تستفاد من الشرح في الفيديو وتقدر تستفاد من المذاكره من الشرح اللي احنا بنعمله ده في الورق. تنزله عندك كملف، تطبعه او تصوره او تستفاد منه على الموبايل او اي حاجه، بحيث ان انت معاك كل الحاجات او كل المعلومات اللي انت تقدر تذاكر منها المحتوى بتاعنا.